السلام عليكم. احب اعرفكم بنفسي، انا ابقى زوجة محمد الاولى اللي هو زوج لولا فن. انا دلوقتي في يوم وليله لقيت نفسي مطلقه، لقيت نفسي زوجي متجوز عليا، لقيت نفسي منع بنات عن باباهم. يعني مش فاهمه ده كله حصل ليه. انا دلوقتي كان في مشاكل طبيعيه زي اي زوج وزوجته في الدنيا. ايه هي؟ ده غيره. ايه؟ واحده عندها كرامه، عندها مشاعر، عندها احساس، بتحب جوزها، بتغير عليه. زي ما كده الراجل لما بيحب مراته بيغير عليها. زيك يا محمد كده لما كنت بتغير عليا من كل حاجه، لدرجه ان انت صوره على الفيسبوك مش بتخليني انزلها. السبب في مشاكلي عامه او الغيره او ان انا كنت بتضايق من عدم وجود حدود ما بينه وما بين لولا. لولا ما تعرفناش الا من 4-5 سنين. حوار 8 سنين دي ما حصلش، لاني انا واحده متجوزه بقالها 7 سنين. قبليها كنت مخطوبه 3 سنين، يعني انا بقالي 10 سنين مع زوجي حاليا. كان ما بينا قصه حب، واخدين بعض على الحب، وما كانش في المجال ده اصلا. انا كنت مبتدياها معاه من ما كانش في ميديا، ما كانش في سوشيال ميديا. انا مني واحده انا ماليش في السوشيال ميديا. دخلت حياتنا وهي كانت لسه في حياتها ضياء، اتطلقت، اتوفى. انا من ضمن الناس كنت بتعاطف معاها جدا، لاني برضو كنا لسه من بعيد لبعيد. من سنه فاتت لحد حاليا الموضوع بقى مشترك. كان بقى في شغل مشترك، في تصوير، في فيديوهات، في ستوريهات. انا ده كله ما كانش عندي مانع فيه، لان ده شغل وما كانش عندي مشكله، اكل عيشه. بس تعدي الحدود، الاقيها بتتكلم من غير اي احترام معاه، او حتى هو ما فيش احترام متبادل. لما دلوقتي الاقي جوزي بيخش لي البيت 4 الفجر عقبال ما بينزل من عندها الساعه 3 هي ومامتها، ده اسميه ايه؟ يبقى انا ماليش حق ان انا ازعل اتضايق وقته كله بره. طب خصص وقت لينا، خليك كويس مع البنات، على الاقل البنات ما يبقاش يعني شايفين ان باباهم غايب طول الوقت. لا، انا عندي شغل. طول الوقت رن 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 عليه، طب تعالى بدري. طب انا عايزه اعرف حاجه واحده بس، اي زوجه في الدنيا لو مكاني هتلاقي زوجها بيجي الفجر من بيت 2 ستات بحجه التصوير. لما اتصل بزوجي كده بالتليفون والاقيها الساعه 2 بالليل او 1:30 بالليل جنبه في العربيه، ايه شعوري او ايه احساسي؟ انا عامه مبدئيا كده كثقه كنت واثقه فيه، بس لما بلاقي مفيش حدود ده يخليني اتضايق. اتكلمت معاه مره و2 و3، ابسط كلام: انت شكاكه، انت ما بتثقيش، مفيش بيني وما بينها اي حاجه، استحاله ان انا ابص لها، استحاله ان انا اخد حد مني عن ميديا اصلا، انت حب عمري. احنا بقالنا 10 سنين سوا، 10 سنين مع بعض، خطوبه وجواز. كان ما بينا قصه حب كل اللي يعرفني ويعرفه يشهد بيها. انا لقيت نفسي دلوقتي كل الحدود معدومه من كل حاجه. لقيت نفسي مطلقه طلاق كاذب. فين وثيقه الطلاق؟ ايه اللي يثبت ان انا مطلقه؟ لقيت نفسي جوزي متجوز عليا من ورايا، قهرته بنتي، جيتوا عليها، ما راعيتوش مشاعرها، ما راعيتوش ان هي تزعل لما تلاقي ابوها قاعد جنب واحده وحاطط بنتها على رجلي. طول ال 25 يوم انا سايبه بيتي من يوم 23/4 لحد النهارده 25 يوم. انا غلطت في ايه لما اتخانق مع جوزي عشان بتضايق من عدم الحدود بينه وما بين واحده؟ طب انت يا لولا، حتى انت فين احساسك؟ انت جربتي الشعور ان واحده
يتخرب بيتها. قعدت تقولي في اعمال واعذروني، والناس بقت تتعاطف معاكي. انا من ضمنهم واحده كنت بتعاطف معاكي. سهل عليكي ان انت تخدعي واحده تكسري قلب عيالها بسبب الشهره، وفي الاخر جايه تقولي اصل نفسه يكون بناته معاه. انا بنتي بسببكم، وما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل، انا بنتي بسببكم انهارت. انا من ساعه يوم الخطوبه لحد النهارده انا بحاول اطلع بنتي من اللي هي فيه. وعشان ما اطولش برضك عليكم الفيديو، هوريكم حاجه نبذه بسيطه قد كده يعني تاكد الكلام اللي انا فيه. انا في مشاكل عاديه اللي هي يعني ما يصحش ان انت تشهر بطلاق كاذب. ولما اتكلمت مع اهله كلمه واحده سمعتها: اكل عيشه. تتكلمي بتاع ايه؟ اكل عيشه، يعمل اللي هو عايزه بره، ان شاء الله يبات بره بال20 يوم ومع 100,000 واحده. مش فلوس داخله، مش اكل عيش عياله. معلش، اي كرامه تسمح لي بكده. حسابك عند ربنا يا لولا كبير، لان انتوا خدعتوني في ظهري. انا لحد يوم 13/4 كنت واثقه فيكم جدا. كنت بشوف حدود معدومه، وكنت بشوف تعدي كتير في الكلام، وكان بيتقال شغل. عملت كذا مشكله معاه واتكلمت معاه في كذا حاجه ويتقال شغل. دي من ضمن المشاكل، مش عارفه تشوفوها ولا لا. ده تيشيرت مكتوب عليه من يوم 13 ابريل. انا مش عارفه الكاميرا هتجيبه كويس ولا لا معدول. لما انا جوزي يخش عليا بحاجه زي كده، ايه شعوري؟ فين الحدود؟ فين الشغل؟ يبقى انا كل اللي بشوفه صح. طب انت يا لولا ما راعيتيش انت او مامتك ان البني ادمه اللي انتوا كنتوا بتكلموها في التليفون من عنده وازيك وعامله ايه وانت حبيبتنا ونفسنا نشوفك ونفسنا نتقابل معاكي ونقعد معاكي وعندي اثباتات والله بالكلام ده، عملتيش حساب لده؟ طب خدعتوني؟ طب اهله حتى طعموني في ظهري، خنتوا ثقتي، ما رعتوش مشاعري. طب بناتي ما رعتوهاش، ما رعتوش ان ازاي بنت تشوف ابوها قاعد مع واحده تانية، حاطط واحده تانية، بنت واحده تانية على رجليها. احب اقول كلمه واحده بس لاهل محمد نفسهم. انتوا يعني مش عايزه اقولها بمعنى كده، انتوا ما افتكرتوش ذره عملتها معاكم حلو. انتوا ما فيش وقت قضيتوه معايا ذكرتوه او على الاقل جه في دماغكم. ما شفتوش ان ايه دي كانت في يوم من الايام كويسه مع حد فيكم. انا ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد طعني في ظهري. حته المصاريف بس ثانيه واحده، انا بقالي 25 يوم في بيت بابا ما صرفش على بناته جنيه. انا اللي شايلني بيت بابا، ربنا يا رب يخليهم لي، مش هوجني لحد. الست الفاضله مامة محمد اللي بتنقط بالدولارات، اللي عايزين يعملوا شو ترندات على حساب كرامتي، وكان عايزين نعيش معاهم في وسط البيت في حاجه زي كده، وانا ليا كرامه ما اسمحش. انا بناشد الجهات المختصه بحقوق المراه وحقوق الانسان انهم يتدخلوا، لاني انا اتظلمت، اتشهرت بطلاق كاذب، اتشهرت بكلام غير لائق. ده انه في حق كتير. حسبي الله ونعم الوكيل.